بص يا صاحبي، المطر ده من أهم الحاجات اللي ربنا خلقها علشان تستمر الحياة على الأرض. تخيل معايا لو مفيش مطر، التربة هتنشف، النباتات هتموت، الأنهار والبحيرات هتنقص، والناس والحيوانات مش هيلاقوا يشربوا. يعني المطر ببساطة هو شريان الحياة. المطر بيتكون إزاي؟ الموضوع بسيط لكنه معقد في نفس الوقت. الشمس بتسخن المية اللي في البحار والأنهار والبحيرات وبتخليها تتبخر. البخار ده يطلع فوق للسماء، ولما يوصل لطبقات الجو الباردة يتحول لقطرات صغيرة جدا تتجمع مع بعض وتعمل سحب. ولما السحب دي تتملي وتتقل، القطرات دي تنزل علينا في صورة مطر. ودي دورة شغالة طول السنة من غير ما نحس. المطر ليه فوايد عظيمة جدا. أول حاجة بيروي الزرع ويملى التربة بالمية، وده بيساعد الفلاحين في إنتاج المحاصيل اللي بناكلها كل يوم. المطر كمان بيزود المياه الجوفية اللي موجودة تحت الأرض واللي بنستخدمها في الشرب وفي الزراعة كمان المطر بينظف الجو من الأتربة والملوثات، يعني بعد ما المطر ينزل تلاقي الجو رايق والهواء نظيف.